السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. النهاردة هنعمل بقى مهلبية قمر الدين. طبعا مشهورة في رمضان علشان قمر الدين بيبقى كتير قوي في رمضان، او نعملها في الايام العادية بالمشمش عادي المستوي. نقدر نقول مهلبية قمر الدين او المشمشية، بس بصراحة بتبقى تحفة جدا، انا من عشاقها. يلا بينا نشوف طريقتها ومقاديرها عبارة عن ايه. يلا بينا. يعني مقادير عبارة عن لفة قمر الدين ومية وسكر، طبعا غير النشا طبعا ده اكيد بس في الاخر. تمام. اول حاجة انا جبت لفة قمر الدين وفكيتها بالشكل ده. طبعا شلت منها كل الورق اللي هي فيه ده والاكياس. جبت المقص وهبدأ اقصها بالشكل ده، تقصيها صغير تقصيها كبير زي ما تحبي. ايه كده كده احنا هننقعها في مية علشان تدوب. تمام. جبت بولة قطعتها على 4 قطع، انت تقدر تقطعيها اصغر من كده، وحطيت ميه وسكر. حطيت لها لتر ميه، يعني نقعتها في لتر ميه. تمام. وهنا طبعا سبتها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. هتدوب طبعا بالشكل ده وهتبقى عاملة كده. شايفين دايبة ازاي؟ ده طبعا يسهل معانا ضربها في الخلاط. هنجيب الخلاط وهنضربها. لازم الحركة دي طبعا نقدر نعملها بالقمر الدين بالمانجا، او نقدر نعملها بعصير البرتقال، بعصير المانجا المتصفي، يعني اي طريقة عصير تقدري تعملي المهلبية دي. تمام. هنضربها في الخلاط كويس. انا بحب اكون فيها يعني اسيب فيها قطع كده شوية علشان احس بطعم ال المشمش تحت بقي كده، يعني تحت اسناني زي ما بنقول، احس بطعمه جامد. طبعا هنا بعد ما ضربت الخليط نزلت بيه في حلة، وهبدأ ازود له لتر مية تاني بس على مراحل. يعني نزلت شوية وزودت لهم هنا النشا. احنا لاحظنا ان المية لونها برتقاني اللي انا زودتها ليه، لان اخدت مية، حطيت مية مكان الخلاط، قلت استفاد بالباقي اللي فيه وادتني اللون البرتقاني. تمام. زودت سكر، يعني حطيت من اللتر حوالي نص لتر او ربع لتر، والباقي زودت عليه 4 معالق نشا سايبة. تمام. ودوبتهم كويس ونزلت بيهم على المهلبية على النار، وهبدأ اقلب فيها لغاية ما قوامها يتقل ويوصل معايا بالقوام ده، لان انا مش بحبها تقيلة قوي، وعلشان هي لما بتبرد بتتقل، ولما بتتحط في التلاجة بتتقل اكتر. هنا المهلبية اصبحت جاهزة. اخر حاجة بنضيفها الفانيليا، بتديها ريحة حلوة قوي. هنا بقى المهلبية جاهزة، وهبدأ افضيها في اطباق او كاسات او بولات، المتوفر عندك تقدري تحطي فيه. طبعا هي لسه سخنة جدا. طبعا لما هتبرد في الكاسات هتتقل، وكل لما تتحط في التلاجة هتتقل اكتر. تمام. انا كده خلصت كل المقدار والكمية اللي عندي. ابدأ اديها اي بقى تزيين من فوق، مكسرات، جوز هند، بس المتوفر عندك تقدري تحطيه. ما عندكيش حاجة ما تحطيش، عايزة تحطي زبيب بس طبعا حطي اي حاجة موجودة عندك. تمام. وهنا شكلها بصراحة شكلها مغري جدا، وطريقتها سهلة جدا، ويعتبر مش مكلفة مجهود ولا اي فلوس ولا اي حاجة. كلنا بنجيب قمر الدين بنعمل بيه الخشاف، وكلنا لو ساعات بنبقى مشتاقين له بنجيبه في الايام العادية، فنقدر نجيبه في اي وقت ونعمل احلى مهلبية وكمية كتيرة. طبعا الاطباق الصغيرة دي للاولاد، الكبار طبعا كاسات كبيرة تقدري انت تحطي في بولات موحدة، تقدري تحطي في اي حجم انت عندك متوفر. اطباق بلاستيك، بس البلاستيك يفضل يكون يعني صالح للحرارة، علشان البلاستيك لو حطينا فيه حاجات سخنة بتبقى مضرة. تمام. وده شكلها النهائي. يا رب تكون عجبتكم، واتمنى طبعا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس. كان معاكم سلمى رجب. سلام عليكم.